مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد أضجع شاة، يعني وضع الشاة على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها يمسكها وجعل يحد الشفرة لأجل ذبحها، والشاة قد أطارت عينيها عليه تنظر إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريد أن تميتها موتات؟ تريد تقتلها عدة مرات؟ أن تعذبها؟ تريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وغضب عليه. وفي يوم آخر مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين يتحدثان. هذان الرجلان واحد منهما كان ذاهب والثاني جاي، فوقف أحدهما: السلام عليكم يا فلان، كيف حالك، عساك بخير. وقف يتحدثان وهما على بعيريهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى أن تتخذ الدواب كراسي. قال: هذا ما هو كرسي، تريد تتحدث انزل على الأرض، أما تقف على البعير وتتحدث لا، ممنوع. ارحم البعير، انزل وتحدث على الأرض، فإذا انتهت سواليفك ارقع على البعير مرة ثانية. شوف يا جماعة الرحمة حتى بالإبل.